مباراة القمة هي المباراة الأهم في الموسم إن كانت للأهلي أو للزمالك، من حيث بقى حاجات كتير جدا. فأيا كان شكلك في الموسم وأيا كان البطولات اللي أنت بتكسبها، مباراة القمة دي هتبقى في حتة تانية لوحدها، في جزء تاني خاص بالجمهور مع نفسه. كسبت بقى دوري أو كسبت كاس، فبتفضل المباراة دي هي خارج كل الكلام ده وخارج كل التوقعات دي. فيعني كمان من يعني بالنسبة للنادي الأهلي دي يعني حاجة يعني تلحق بيها اي حاجه ممكنه بشكل الموسم السيء اللي احنا بنقدمه يعني على مدار الموسم. طبعا بعد الظهور الاخير قدام بيراميدز بشكل اسوأ يعني من كل مره احنا بسم الله ما شاء الله بنعلى المستوى بتاعنا السيء، وبعد ما لعيبتك قدمت اداء يعني مش مقبول خالص، من حيث بقى كل مراكز اللعب من اول المهاجم لهلاود مدافعين وحراسه المرمى ونص الملعب وحتى الاجهزه الفنيه والاداريه وكل الكلام ده كان يعني بمستوى سيء جدا. فمباراة القمة بتعني لك الكثير، لأنها يعني يمكن هتضيف لك أي حاجة مثلا ممكن تصالح بها الجمهور ولو 1%، إن أنت تبقى في أسوأ مواسمك عرفت تكسب الزمالك رايح وعرفت تكسبه جاي، وفي أسوأ شكل ليك كمان هم ما عرفوش يكسبوك. فدي حاجة هتدي يعني هو هيحفل عليا وأنا هحفل عليه شوية. فدي حاجة يعني هتبقى مفرحه للجمهور بنسبه ان شاء الله حتى تبقى قليله جدا. ما بتكلمش عن مشاركات افريقيه او مشاركه في اي منافسه، انت يعني بنسبه كبيره ما بين انك تشارك او ما تشاركش كمان في الكونفدراليه. هنتكلم بقى عن غياب زيزو وغياب امام عاشور عن مباراه القمه، وهل هيشاركوا ولا مش هيشاركوا. يستروا باللي رفض اي حلول ورفض انه يقعد مع الاداره، والراجل يعني متمسك ان هو يفضل مستمر مع النادي الاهلي لحد اخر الموسم، ورفض ان هو يتكلم باي شكل وقال لهم كلموا الشركه الراعيه بتاعتي. فدي كلها حاجات هنتكلم عليها، ونتكلم عن مباراه القمه، المباراه الاهم طبعا زي ما بنقول ليك انت عن الزمالك كمان. فيعني اعمل لايك واعمل اشتراك بقى، وتعالى بقى نبدا كده بسرعه عشان ما نطولش يعني في الحلقه. طبعا يعني غياب زيزو كانت الناس طلع اكتر من مصدر بيقولوا ان زيزو عنده اصابه في الخلفيه، في العضله الخلفيه، والجهاز الطبي للنادي الاهلي بيحاول بقدر الامكان ان هو يخلي زيزو يجهزه بشكل سريع عشان يلحق مباراه القمه. وفي اراء تانية بتقول ان زيزو يعني هو اللي خايف يلعب المباراه ومقلق من مباراه القمه، مش عاوز يلعبها عشان الشكل اللي هو ظاهر بيه بقاله فتره. اما عن امام عاشور فبيتقال ان امام عنده يعني اصابه خفيفه في الانكل، فبس هو بيقول بيحاول يداري الاصابه عشان يلعب مباراه القمه. طبعا امام الماتش الاخير قدام بيراميدز كان نازل وقالب وشه، والجمهور لاحظ طبعا الكلام ده. في يعني حاجه يعني طبعا جمهور النادي الاهلي خرج عن شعوره في المباراه الاخيره قدام بيراميدز، والاول مره بيوجه انتقادات صريحه ومباشره للكابتن محمود الخطيب عن كل الحاجات طبعا السيئه اللي بيمر بيها النادي الاهلي، وعن الفتره التاريخيه اللي هتفضل محفوره في التاريخ طبعا في تاريخ النادي الاهلي، ان انت عمر ما عدى عليك فتره بالسوء ده، يعني كل الظروف اجتمعت عليك ان انت تبقى جايب صفقات تقيله وجايب اسامي ودافع فلوس، وراح جايب مدرب اجنبي مفروض ان هو كويس ياخد ينقل الفرقه لحته تانية. بالعكس شفنا كل الكلام ده، شفنا عكسه. شفنا لعيبه بمستويات سيئه جدا ما بتقدمش حتى 40% ولا 30% حتى من مستوياتها اللي المفروض انت جايبها عشانها. شفت ان انا وما فيش اي حتى بطوله قدرت انافس فيها لحد الاخر، وقعت في كل البطولات، وقعت في دوري وقعت في كاس وقعت في افريقيا، وكل البطولات انا واقع فيهم بشكل يعني ما يليقش باسم النادي الاهلي. وقعت في كاس مصر، خرجت من فريق درجه تانية، في الكونفدراليه ولا في بطوله افريقيا خرجت من الترجي باسوأ نسخه ليه وباداء سيء جدا ليا. يبقى اداء سيء جدا ليه، بس هو كان ماسك نفسه اكتر وعرف يلعبني صح وخرجني. في الدوري زي ما احنا شايفين طبعا يعني مركز ثالث يعني بشكل سيء جدا وباداء لعيبه لا ترتقي مستوياتها انها تلعب في النادي الاهلي. فدي يعني حاجات كتير خلت الاداره بقى ايه تتجه انها تتكلم مع الجهاز الفني ومع المدرب النادي الاهلي الاستاذ يسترو طبعا بصراحه دماغه مش مفهومه، وانا مش فاهم الراجل ده يعني جابوه من منين حته. قال لك انا راجل انتوا مش جايبيني من الشارع، انا راجل مدرب، ما تتكلموش معايا، اتكلموا مع الشركه الراعيه ليا وانا مش ماشي. والراجل رفض ان هو يتكلم باي صوره وباي شكل من الاشكال، ورفض ان هو يتكلم باي شكل ودي مع الاستاذ ياسين منصور ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ورفض اي حاجه. والراجل قال لهم انا مستمر لحد نهايه الموسم. انا مش فاهم هو عايز يثبت ايه يعني، هو كده كده يعني ايا كان اللي هو يعمله. فدي يعني ماركتنج ليه حتى هو ضايع، محدش اصلا ولا في اي عروض جاياله، ولا حتى دوره رمضان حتى. فدي الحاجه الوحيده اللي هتجيله نصيبه تيجي تشيله وتخلصنا منه، عشان الواحد يعني صراحه زهق من الراجل ده ومن اللا شيء اللي هو عايش فيه واللامبالاه.
يعني بشوف المدير الفني الطبيعي، انا بحاول يبقى عندي رياكشنات مثلا على الخط بره، الفريق خسران والجمهور بيزعق واللعبه ما بتأديش ومش عارف ايه، بشوف بقى زعيق وبتاع وبنادي وبشاور وبعمل كل الكلام ده. الراجل ده غير كل المدربين اللي الواحد شافهم يعني على مدار تاريخ الكوره. له بيتكلم، ولا هو عنده فكر، ولا هو عنده رياكشنات، ولا هو عنده اي حاجه. تصريحاته هو كمان غريبه. طبعا قالوا له عايزين نعمل معسكر، وطبعا دي الحاجه يعني الرائجه في الدوري المصري، ودي يعني النهج بتاعك. ده الطبيعي عندنا في الدوري المصري، المباراه المهمه بتعمل قبلها معسكر ب 48 ساعه، دي الحاجه اللي يعني اللي ماشيه عندك في الدوري. الراجل قال لهم لا، الكلام ده ما بيحصلش بره، وانا راجل كنت بدرب في المانيا وانا عارف انا بقول ايه. مفيش حاجه اسمها ان انا اعمل معسكر قبل الماتش ب 48 ساعه. ويقال دلوقتي ان هم يعني تدريبات النادي الاهلي مغلقه، لدرجه ان العمال مش موجوده كمان، بيتدربوا على حاجات وعلى يعني بعض الجمل اللي ضرب بيها دفاع الزمالك من كور ثابته والكلام ده. طبعا الكلام ده طبعا كله في البلح، الراجل ده ما عندوش مثلا فكر كروي يعني ب5 جنيه حتى. وده اللي شفناه منه على مدار الموسم، ان كان بقى افريقيا او محليا. راجل ما عندوش فكره في تدريب، في تطوير لعيبه، في اختراع اي شيء مثلا يقدر ينقل الفرقه من حال لحال ومن شكل لشكل. كلها اشياء يعني تدل ان انت جبت مدير فني دبست نفسك فيه وحطيته، كمان حطيت صباعك تحت ضرسه بشرط جزائي وبعقد. يعني انا شايف ان هو يعني في مدربين تقال ما بيتعملش معاهم العقود دي وما بتحطش قدامهم البنود دي. فانت اخترت ان انت تعمل كل القرارات السيئة في موسم واحد، من حيث بقى اختيارك لصفقات لعيبة، اختيارك لمدرب، بعد طبعا الشكل اللي طلعت فيه بكاس العالم. وقلنا كاس العالم ده هيبقى يعني نقلة او نظرة كده للموسم بتاعك ولشكل الموسم بتاعك. رحت جبت مدير فني مجهول مش معروف، يعني شيلته حمل بطولة كبيرة زي دي بلاعيبة بصفقات جديدة كنا برضو مستنين منها حاجة. كل ده طلع ضايع. الناس دلوقتي بتنتقدك ان انت ما فيش عندك الهداف اللي يعرف يخلص لك ماتشات. الناس بتقول ان انت في ماتش بيراميدز لو كان عندك مهاجم كان قدر يخلص فرص كتير. انت يعني دي ما شفناش يعني على مدار التاريخ. النادي الاهلي دايما كان بيبقى عندك مهاجم، بدل مهاجم كمان مهاجم واتنين وتلاتة كمان في بعض الاحيان. دلوقتي انت عاجز تماما انك تشتري مهاجم، او ان انت حتى تبقى بتفكر او بتتكلم على مهاجم تقيل يليق باسمك. كل فترة بنسمع عن كلام مع صفقات غريبة، مش عارف ابراهيم كوناتي وشوية فيستون مايلي، شوية مصطفى محمد، شوية اسامة فيصل. يعني مستويات لعيبة دول مش هم اللي هيفيدونه، مش دول اللي هينقلوا الفرقة. طبعا محتاج تبص بصة كمان على الفريق اللي الدنيا فيه ما بقتش احسن حاجة، مشاكل وخناقات وكلام كتير جدا، من حيث بقى عقود لعيبة ومن حيث لعيبة ماشية ولعيبة ماضية بره ولعيبة جاي لها عروض مش عارف منين والكلام ده. ودي حتة عن حاجة بتكلم فيها لو خيالي خارج نطاق الحلقة مثلا. مفيش لاعب، انا عارف ان الكلام ده مش هيوصل لحد بس يعني انا حابب اقوله، مفيش لاعب هيخرج من النادي الاهلي، ودي شفناها كتير ومع كل اللعيبه، هيطلع من النادي الاهلي وهيروح فرقه في دول الخليج وبتاع عشان يعمل مسيره والكلام ده. كل الكلام ده كلام يعني مع احترامي، كلام اي كلام يعني غلط جدا. انت دلوقتي في قاعده جماهيريه هي الاكبر في الشرق الاوسط كله، من حيث كل حاجه، بطولات، شعبيه، فلوس، استقرار، كل الكلام ده موجود في النادي الاهلي. مفيش لاعب جه النادي الاهلي، انا مع اي لاعب يجي النادي الاهلي وعايز يخرج من النادي الاهلي كاحتراف لاي فرق اوروبيه تمام جدا، يعني حاجه محترمه لاي لاعب وربنا يوفقه. لكن ان انت تخرج من النادي الاهلي تبقى عينك ان انا اروح فريق خليجي مش عارف ايه عشان فيه فلوس والكلام ده، مش اللعيبه الصغيره اللي تبص فيه، وان انا مثلا عندي 24 و25 و26 سنه اروح بقى امن مستقبلي والكلام ده. يعني بلاش يعني فكره الكوره تبقى انت واخدها الحته اللي هي فلوس وماديات 100% من حياتك. انت مش ما بتلعبش كوره عشان الفلوس بس. المفروض ان دي بقى بتبقى حلمي وطموحي وانا نفسي اعمل، نفسي العب في فرقه كبيره ونفسي اعمل مش عارف ايه. مفيش في اسيا اكبر من النادي الاهلي، شاء من شاء وابى من ابى. النادي الاهلي هو اكبر اسم متداول بين العرب كلهم، ويمكن كمان خارج العرب كمان على يعني الساحات الاوروبيه. النادي الاهلي اسمه معروف وتاريخه برضه معروف.
فما تقنعنيش ان انت خارج من النادي الاهلي عشان تعمل بطولات وانك تعمل حاجه. الواحد بيزعل اللعيبه كتير والله بتطلع من النادي الاهلي بطريقه غلط جدا، ان انا بروح لفكره ان انا هروح الفرقه دي او جاي لعرض من الخليج بمش عارف ايه. انت اثبت نفسك في النادي الاهلي، وحقك انك تطلب زياده وحقك انك تطلب تعديل عقدك، بس حقك ده ان انت تطلبه لما مستواك يبقى عالي وتبقى انت فعلا بتقدم 100% من ادائك مع الفرقه. ساعتها هتروح خش تقول والله انا جاي لي عرض مثلا، او في كلام مثلا من انديه فلانيه 1 2 3 والعرض بكذا، وانا عايز زياده او تعديل في عقدي عشان انا حابب الفرقه وحابب النادي الاهلي والكلام ده. وده يعني جمهور الاهلي ما بينسوش لاي لاعب ما ايا كان هو ايه وجاي منين. ويمكن النادي الاهلي كمان يعني في لعيبه كتير هو شالها كانت لسه جايه وكانت مستوياتها يعني مش احسن حاجه، كانت مستوياتها متخبطه، جمهور النادي الاهلي شالها ووقف جنبها وساعدها لحد ما وقفت على رجليها. فجمهور الاهلي ما بيسيبش حد، ما بينساش اي لاعب عمل معاه حركه جدعنه. وده كده كده جمهور الاهلي مش مستفيد منك بحاجه، بل هو بيبقى زعلان بس على مسيره اللاعب اللي خلاص يعتبر شبه ضاع بعد ما هو خرج من الاهلي. ما تقنعنيش ان انت رايح فرقه خليجيه ان انت تعمل حاجه، او ان انت هتروح هناك بقى تخرب الدنيا وتاخد كل البطولات، لان اكيد هتروح فرقه مع احترامي يعني منتصف الجدول، مش فريق من حتى اللي بينافس. فيعني النادي الاهلي هي احسن استثمار ليك ولحياتك ولمسيرتك المهنيه في الكوره. تكونش انت هتطلع تروح فرقه تانية تعمل احسن من اللي هتعمله في الاهلي، وهتاخد شعبيه اكتر من اللي هتاخدها في الاهلي. ضامن انك في الاهلي انك رايح المنتخب مستواك حلو، مستواك نص نص، انت موجود في المنتخب. فدي حاجه يعني مع احترامي لاي فريق داخل او خارج مصر، النادي الاهلي هو رقم 1 على المحيط القاري والاسيوي كمان. فانت يعني ما لو هتروح لعرض اوروبي انا تمام وانا معاك وربنا يوفقك، لكن غير كده خليك في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيت لكل اللعيبه، وحاجه يعني حلوه لاي لاعب، واي مسيره يعني اي مسيره لاعب تتشرف ان النادي الاهلي موجود فيها. نرجع بقى للبطل القمه تاني. كده كده طبعا محمد هاني غياب عن المباراة طبعا بسبب تراكم الانذارات، فيعني لا يبدأ بأحمد عيد لا يبدأ بهادي رياض طبعا، مع ثنائي الدفاع طبعا اللي كان مقدم كوارث في المباراة اللي فاتت، ياسين مرعي وياسر إبراهيم. ومش عارفين كمان ياسر هيشارك ولا مش هيشارك، كان طالع بإصابة الماتش اللي فات، مفيش كلام ضاير حول ياسر دلوقتي يعني، محدش قال إن كان هيلعب أو مش هيلعب. طبعا ما فيش غير كوكا، محمد نبيل كوكا هو يعني الاسم المطروح دلوقتي اللي هو يشارك في حتة بقى الباك الشمال. نص الملعب طبعا يعني اتمنى ما يبداش بديانج، لان ديانج ده مفسد لاي هجمه ولاي كوره انت عايز تلعبها. انت اكيد مش تبقى نازل ماتش الزمالك تدافع، لان انت يعني دفاعك او خسارتك الماتش يعني مش تقدم اي حاجه. الناس محتاجه ان تخش تشوف كره هجوميه على الاقل، تشوف فرقه بتهاجم شراسه على الجون. فما يعني يا ريت يا رب ما يبدا بديانج، محمد علي بن رمضان بقى، امام ومروان وزيزو. شوف بقى الجناحه بتاعتك بقى، يعني انا شايف ان هي انسب حل. لو مش هتبدا مثلا بمروان وبن رمضان فيبقى مروان وامام، زيزو تحتهم لو زيزو هيشارك. جناحتك بقى تريزيجيه، استاذ بن شرقي، محمد شريف. فيعني على ما اعتقد تشكيله على الاخر. فاضل بقى حته ان اللعيبه هي بقى اللي تدوس على نفسها وان هي تلعب ويبقى خلاص. يعني انا كل الكلام اتقال على اللعيبه من كل الناس، الجمهور ذات نفسه خلاص يعني الجمهور زهق، النقاد اتكلموا، المحللين واللعيبه المنافسه وكله اتكلم وكله طلع بيزيط وكله طلع بيحفل، لانه وقعت الاهلي غير وقعت اي فريق تاني. الاهلي لما بيكسب محدش بيطلع يتكلم ان هو عمل وان هو سوى، بيطلعوا يتكلموا في اي مواضيع تانية، اي مواضيع جانبيه. لكن وقعت الاهلي هي بمليون خبر وبمليون فرقه تانية. انا هفضل كل الاعلام مستلمك، وكل من هو له شأن في الكرة او مالوش بيطلع يتكلم في النادي الاهلي وبيطلع يتكلم عن مشاكله وعن اللي حصل وعن. فيعني بنتمنى ان اللعيبه تقدم مستوى عالي بعيد بقى عن الاداء اللي بنشوفه اخر فتره والكرة اللي مش مفهومه. فانا اتمنى ان اللعيبه يعني تحس بقى ان في جمهور بيشجع، وفي جمهور هيروح من جماهير النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي دايما موجوده في المدرجات. قلنا بتدعم الكيان وبتدعم النادي الاهلي، ليست اللعيبه اللي يعني ما قدموش اي حاجه للجمهور عشان حتى الجمهور يعني
يقدم لهم حاجه. انا شايف اللعيب، الجمهور شايف ان اللعيب بيقدمش اي حاجه، ولا حتى بيراعي ان الجمهور موجود. مفيش الحرق على الماتش، الاثاره، ان انا نفسي اشوف مثلا كده لاعب بيطلع 100% من اللي عنده، 100% يعني 50% حتى. لعبه كسوله جدا، ما عندهاش شغف لاي حاجه. مش عارف عيب مين، عيب لعيبه، عيب المدرب كده كده هي يعني يتلام. بس يا عم سيبك من المدرب، العب انت بلعبك، العب بشخصيتك انت كراجل لاعب كوره، راجل محترف. كلكم احترفتوا بره بسم الله ما شاء الله عليكم يعني، كلكم بتعرفوا تلعبوا كوره وكلكم لعيبه. فياريت نشوف الكلام ده في ماتش الزمالك. اخر فرصه، اخر حاجه في الموسم للنادي الاهلي ولاعيبته، ان انتوا تحاولوا تصالحوا الجمهور باي شكل وباي طريقه ان كانت حتى بسيطه. النادي الاهلي يعني دي كبوه، وباذن الله هيعدي منها. واتمنى يعني اتمنى في النهايه كده ما اكونش طولت، وتكون الحلقه عجبتكم. فلو عجبتك الحلقه بقى اعمل لايك واعمل اشتراك، وسلام.